ثقافيا دائما نزل الستار عن فعالية الطبعة الأولى للمهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية، حيث دعت الوزارة الوصية على هامش حفل الاختتام إلى تصنيف الرحبية إلى موروث ثقافي وطني جزائري كغيرها من الطبوع الفنية الجزائرية أمام ما تمتلكه هذه الأخيرة وعبر القرون من مكانة في المجتمع الجزائري وتقاليده. كما طالب المشاركون إلى فتح معهد جهوي خاص بالتكوين الموسيقي ودار البحث في الأدب الموسيقى الشاوي، وكذا إنشاء لجنة تعمل على الجمع والبحث عن الأغاني القديمة سيما المتواجدة ضمن الأقراص والأشرطة. التغطية في الموضوع لطارق مان. على هامش اختتام المهرجان الوطني الثقافي للموسيقى والأغنية الشاوية بخنسلة، إنشاء دار الموسيقى جمع أغاني القديمة والمحفوظة في أقراص وأسطوانات، وتشجيع البحث في الوسط الجمعوي، وإنشاء جائزة النص للأغنية والموسيقى الشاوية، ومخبر حول الموروث الثقافي الشاوي الأوراسي، وتصنيف الرحلية كتراث وطني جزائري